السلام عليكم احلى متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره يشوف القناه ديالي معكم جميله من قناه لمسات جميله. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالي. ما تبخلوش عليا بزر الاشتراك ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد تحط في القناه. وما تنساوش لايك للفيديو وشي تعليق محفز الا جات على خاطركم. بطبيعه الحال اليوم غادي نشارك معكم واحد الاكله، واحد الطبق كيدار هنا في الصحراء، ضروري وضروري في المناسبات، كيجي زوين وضروري كيديروه. الا ما داروا واحد الطبق كيديروا بلاصتو طبق اخر. اتبقاو معايا ان شاء الله باش ما نحرقش لكم المراحل، وغتشاهدوا معايا ان شاء الله الفيديو، وبطبيعه الحال غادي ينال الاعجاب ديالكم. صراحه كيجي زوين زوين بزاف. واللي بغى يتواصل معايا على الانستغرام غنخليه لكم صندوق الوصف، الانستغرام ديالي، الفيسبوك ديالي. انا هاد الطبق هذا غادي نديرو العشاء ان شاء الله. كان واحد الصديق الزوج ديالي غادي يجي عنده، غادي نديرو لهم العشاء باذن الله. دابا راه 5 ديال العشيه، وهانتوما كتشوفوا البنات معايا. هانتوما الشميشه تبارك الله. حنا عندنا هنا في الجنوب الشمس 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 الشمس. هانتوما باقي الشميشه حاره وكاين واحد الهواء زوين. دابا وقت البرد، دابا كما كتعرفوا الجو بدا كيبرد صراحه. ما كاين ما احسن من الشميشه. يلا بقاو معايا ان شاء الله. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ونبداو على بركه الله. البنات عندي هنايا الرز، ماشي اي نوع ديال الرز البنات، وماشي الرز الكلاصي، هذا الرز سيغالا اللي كتكون الحبه ديالو البنات طويله، كتكون كيشبه للرز البسمتي. هو الرز البسمتي كتكون الحبه ديالو طويله بزاف، ولكن هذا كيكون النص تقريبا في ديك الحبه ديال البسمتي، يعني كتكون حبه طويله. وملي كتمشيو كطيبو كتبقى كل حبه بوحده كياخد الماء القياس الكافي ديالو وما كيتعجنش البنات. سيغالا هو اروع رز اللي كنستعمل انا في اي اكله بغيت نستعمل، هذا هو اللي كنستعمل. كناخذوا القياس اللي بغينا، زلافه او جوج على حسب الناس اللي عندكم. انا خديت هنايا، خديت تقريبا زلافه كبيره، ما عبرتش غير على ميزاني. دهنتو بواحد شويه ديال الزيت الروميه وغنديرو في الكسكاس. ما غيتسلق البنات ما والو. ردوا بالكم معايا في هذه الوصفه هذه. غادي نفورو تقريبا واحد 20 دقيقة حتى كنشوف الفوار خرج منه مزيان، يعني كتفور مزيان مزيان. من بعد غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. غادي ندوزو نصاوبو المريقة اللي غنحتاجو ان شاء الله مع هاد الرز هذا. هنايا عندي الدجاج، خديته انا من مهم دجاج مغسول منقي، كان عندي اصلا واجد في الفريغو. هزيتو درت شويه ديال القزبر ومعدنوس. غندير عليه شويه ديال الزيت بلديه، وغندير شويه د الملحه. غادي ندير شويه ديال الخرقوم، وغادي ندير شويه ديال سكينجبير البنات. والقياس ديال الملحه بطبيعه الحال كل واحد والقياس ديالو ديال الملحه. وغادي ندير البنات واحد شويه القرفه، فقط واحد القليل من القرفه. وغادي ندير البصله وحده كما كتشوفوا كنقطعها كنشلضها. المهم هاد المريقه البنات غادي تكون بحال شكل الدجاج محمر. يعني ملي غادي يطيب الدجاج غادي نهزو غندخلو الفران، غندهنوه بشويه ديال الزبده وغندخلو الفران كيتحمر. بالنسبه للمناسبات البنات هما كيديروا الدجاج صاين، كما كتجي كل دجاجه صاينه، يعني كيديروا 4 ديال الدجاجات ولا 3 على حسب المستطاع ديال الانسان. كيديروها فوق الرز وكيسقيوها بهذيك لاصوص اللي غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تجي. يعني هما عندهم هنايا في الجنوب ما كيقولوش الرز، كيقولوا مارو. هاد الاكله وهاد الطبق ديال مارو كيديروه هنا في المناسبات، في الاعراس، في السبوعات، في الطهاير، في اي مناسبه، في الحفلات ديال العائله او الحفلات هكا. اي نوع ديال الحفله مهم ضروري الا ما داروش السفه بالدجاج هكا فوق محمر ومسقيه ما كيديروا الرز. هادو ضروري كيداروا مارو ضروري هنا في الجنوب عندهم. كما قلت لكم العطريه، شويه د البزار، الخرقوم، شويه د القرفه، سكينجبير والملحه. صافي هذه هي العطريه اللي كدار فيه. وكنمرق بميها سخونه وكنخليه يطيب، كنسد عليها وكنخليها طيب. الرز ديالنا راهو كيفور، ملي كيفور تشوفوا معايا ان شاء الله شنو غادي ندير ليه.
هنا الرز ديالي من بعد ما فار الفوره الاولى مزيان خليته بالضبط 25 دقيقه. طفار مزيان، غادي نقلبو في القصريه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. يعني الكسكس راه حرقني في يديا، راه سخون. غادي نقلبو وغادي نسقيه. انا دايره الماء كيطيب في المقراج كما كتشوفوا. راه المقراج راه فيه الماء طايب مزيان، وغنخويه على الرز، نخويه عليه مزيان حتى كنشوفوه عام فيه. يعني كنغطي داك الرز بالماء الطايب وكنقلبو فيه مزيان، وكنشد السلوفان وكنغطي القصريه وكنخليه مده نص ساعه، ساعه الا ربع، حتى كنجيو نقلقاو الرز شرب داك الماء كامل. وكنديروا مع شويه د الملحه وكنخلوه كنغطوه بالسلوفان كما كتشوفوا معايا. هذه هي الطريقه الصحراويه في هذا الطبق. لا في المناسبات كي قلت لكم ولا كل شيء ما كيتسلقش الرز، كيتفور. يعني هذه السفه ديال الرز على الطريقه او العادات هنا ديال الجنوب هكا كيديروا لها. كما كتشوفوا انا كنقلب وكنخوي الماء طايب وكنعوم فيه داك الرز وكنغطي بالسلوفان. علاش البنات السلوفان؟ هذاك البخار ديال الماء الطايب اللي كيطلع كيرجع على الرز، كيرجع على الرز وكيزيد الرز كيتنفخ. ديروا غير كميه قليله وراه ما شاء الله مع كيتنفخ كيتزاد. هاد النوع د الارز اللي قلت لكم كيتزاد وكيضاعف لكم الحجم، يعني بحال الكسكسو. كنقاد القصريه مزيان، غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها حتى كيتشرب داك الماء مده ساعه. الماء انا خليتها، غنرجع ليها ان شاء الله وغتشوفوني كيفاش لقيتو. من بعد ما كيشرب ليا هذاك الماء مزيان مزيان اللي شرب داك الرز، كنديرو في البرمه ديالي. لقيتو كامل شرب داك الماء، كنديرو في البرمه ديالي وكندير ليه الفوره الثانيه وكنغطيه بالسلوفان. بالنسبه لاصوص ديالي الدجاج راه طاب، ولاصوص ديالي كنخليها كتعقد شويه. رميت زدت فيها الزيتون مقطع، الزيتون خضر مقطع. ودابا ملي فار ليا الفوره الثانيه مزيان مزيان، خديت شويه ديال الماء رشيتو به، الماء سخون رشيتو به. وغادي تشوفوني شنو غادي ندير ليه. غادي نرش عليه الماء مزيان ماشي كيف الاول، يعني غير شويه، وغادي نغطيه وغنخليه كما كتشوفوا معايا. من بعد ما شرب هذاك الماء اللي زدت ليه المره الثانيه غير شويه رشيتو به، كما كتشوفوا راه بقات كل حبه واختها. راه هنا صافي دخل فيه الطياب المره الاولى البنات. فورناه باقي خضر، فورناه 25 دقيقه. هاد المره الثانيه درت ليه 30 دقيقه، ولكن على عافيه مهيله. 30 دقيقه مغطي بالسلوفان. هذاك السلوفان داك العرق اللي كيطلع داك البخار كيرجع عليه وكيخليه يزيد يطيب. المره الثالثه صافي. المره الثانيه هنا فاش فار مزيان كما قلت لكم 30 دقيقه. من بعد ما شرب ليا هذاك الماء كنديروا ليه شويه ديال، يعني 3 المعالق. يعني على هذا القياس انا اللي عندي درت 3 ديال المعالق ديال السكر ثقيل، سكر كلاصي. كيدار ليه السكر كلاصي، كنحركو فيه وكنردو يفور المره الثالثه والاخيره. المره الثالثه والاخيره كنخليه كيفور مزيان تقريبا ديك 30 دقيقه ولا 40 دقيقه، وكنخليه. يعني من تما الفوره الثالثه غادي يتحط غادي يتقدم. كما كتشوفوا كيدار ليه السكر كلاصي.
كما كتشوفوا معايا البنات، هادو جوج ديال الطبيصلات صغار كيداروا في الجناب ديال الطبق. كتكون فيهم واحد كيكون فيه اللوز محمر ومطحون، وواحد كتكون فيه السكر كلاصي كيدار في الجناب ديال الطبق. كما غتشوفوا معايا الدجاج ديالي خرجته من الفرن. انا درت هنا غير الدجاج مقطع، غير شويه القياس اللي غادي نحتاج. هنا في المناسبات كيديروا الدجاج كما قلت لكم صاين، كيديروا 3 ولا 4 على حسب المستطاع، وكيكون الطبق طويل يعني باش كلشي يوصل ليه. بالنسبه لاصوص كتجيب الزيتون مقطع هكا، كتجي مدغمره وسقيت بها الروز بحال هذا الشكل هذا. وواحد الملاحظه، وفي الجناب ديال الروز كامل الجناب ديال الطبق كيزوقوه بالبرقوق معسل وبالكيوي وبالمشماش، وكيديروا اللوز محمر مسلوق هكا ومقلي في الفوق. يعني كيجي واحد الطبق رائع البنات، كيجي زوين بالفواكه الجافه معسله زوين. انا ما عنديش، اكتفيت بهذا الشكل هذا. المهم انني نوصل لكم التقاليد والعادات ديال الناس ديال الصحراء ديال الجنوب. كما راكم عارفين انا عايشه في الجنوب، وكنستعمل هاد العادات والتقاليد حتى انا كما عايشه معاهم. الى عجبكم الفيديو خلوا لي لايك واشتراك، والى الفيديوهات القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.